بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ النهاردة هعمل يعني كان عندي وراك في الفريزر، فقلت اعملها حمام كداب او فراخ محشية. فهي الوراك يعني مش كانت في الخطة ان انا اعملها كده يعني. فهي الوراك لما بتيجي من عند الفرارجي بيبقى هو خالي بانيه اللي حسابه هو، فالجلد بيتبقى بزيادة معايا في الوراك. فانت تعرفي تعمليه، تعرفي تلفيه كويس، تعملي حمام كداب يعني او بتاع. فانا برضو تحايلت عليها وعملتها، يعني مش ما فيش حاجة اسمها مستحيل عندي، لازم احاول. فهي حتى لو الوراك صغيرة انا حاولت والحمد لله نفعت معايا يعني باذن الله. زي ما انتم شايفين طريقة الخلي، يعني بتقطعي من عند المفصل كده دي، وبعد كده بتخليها بالروحة. ده مفصل وده مفصل، اللي هو عند الدبوس ده مفصل. فاحنا بنحاول نطلع الفواصل عشان هي فيها عروق، فالعروق هي اللي شادة مش اللحم اللي شاد، ماسكة فيها شوية وكمان اللحم طري مع، يعني هي في نسبة دهون كده مزحلقة في ايد الواحد، فالواحد مش عارف يتحكم. زي ما بشاور لكم، بصوا العروق هي اللي شادة، انما اللحم طري. بدانك بقى تخلي يعني تنزلي اللحم بالراحة كده، عشان ايه برضو ايه مش تختفي العظم. زي ما انت شايفة كده والصورة موضحة قدامك، بتقطميها كده وبعد كده بتكملي بقى دي لوحدها ودي لوحدها. كده احنا عملنا واحدة، فاضل ايه التانية برضو نعمل. دي بنطلعها بالراحة، اللي هي عظمة سلسلة الظهر دي، بنحاول نطلعها بالراحة برضو. دي بصراحة لازم سكاكين تبقى حامية، بس دي مش بيبقى فيها لحمة قوي، فهي هتنعزل معاكي بسرعة. يعني بصي بايديا وبطلعها. يعني انت برضو لازم تبصي على الصورة كده، هتوضح اكتر من الكلام يعني. هي العروق اللي عاملة، والسكينة بتاعتي بصراحة باردة شوية. عروق هي اللي شد. حتى لو حتة لحمة اتقطعت كده هندخلها في الحشو واحنا ايه بنحشي الرز. بتجيبي من عند القرقوشة كده او المفصل الاخر وتعمليه، عشان تحاولي ان تخلي دي زي المثلث كده مقفولة، اللي هي الدبوسة دي، تبان ان هي ايه راس الحمامية يعني. بتنزلي بقى بالراحة كده وتخلي بالراحة. هي المشكلة في العروق والدهون عم زحلقة اللحم، فمش خليها الواحد مالك يعني. خلي بالك عشان بتبقى فيها عصاير صغيرة كده في العظمة دي. بالراحة كده وتطلعي. طلعت، بصي اتخلت من ورا ازاي. ما شاء الله بقى جميلة ازاي.
كله بقى بنفس الطريقه كده. بعد كده بص الفتافيت اللي طلعت دي هنتبلها عادي ونحطها في قلب الحل. بصلايه، طماطمايه، بصل بودر، فلفل وبهارات، وتخلطيها كده عشان ايه طعم البهارات تدخل في اللحم مع الملح، والبصل يدي طعم للفراخ كده. طبعا احنا مش هنحط الرز ني، لازم هنحطه مستوي. فانا بعمل له بصلايه صغيره، وبعد كده بعمل له بتاع ده، بحطه على النار يعني. ده الحبهان والقرنفل، بس انا طحنتهم يعني. بروح احط حبه برضو ايه كده تاني عشان البصلايه بتاعت بتاع ده حبهان وقرنفل وجوز الطيب، بس انا كنت خلطهم على بعض. اللي طلع بقى العظم اللي طلع ده احنا هنستغله ونعمل منه شوربه، زي ما بناخد قشور الجمبري كده ونعمل منها شوربه، هنستغل ده ونعمل جنبيها حبه ملوخيه. ادي البصلايه اهي، دي للرز، وبعد كده الرز بيبقى مغسول ومنقوع شويه. كان طعمه رهيب وريحته جميله عشان خاطر فيه قرنفل وقرفه و... وجوز الطيب. انت بقى هتسويه يعني 3/4 سوا، يعني مش ساعات مش احنا بنبقى نعمل الرز ويبقى عاوز مثلا معلقه ميه عشان يستوي، انت شيلي بقى معلقه الميه دي او معلقتين الميه اللي بيبقوا في الاخر دول اللي هم هيبخروه ويستوي، وهم هيستووا بيكملوا تسويتهم في الفراخ. وطلع مفلفل وجميل والله، ولا معجن ولا حاجه. وهتشوفوا معايا برضو في ايه، في الفيديو. كده حطيت البهارات، زي ما انتوا شايفين، وتقلبوا بقى الرز تشويحتين كده عشان يفلفل معاكم، وتنزلي بالميه زي ما قلتلك، يعني تسيبي حبه فيه صغننين. انا كده بقى فضيته يبرد من البخار عشان ايه اعرف اشتغل فيه وكمان ما يعجنش. اما يهوى منك يطلع مفلفل. ادي الميه اهي بقى، ميه مغليه عادي زي نعملهم بقى شوربه، ونحط بصلايه وطماطميه وحبه بهارات برضو، وتنزلي بالحاجات دي، تغسليها وتنزلي بيها. ولا قراولي وحبه من المطحون وحاجات من اللي كانت مطحونه. بتعملها معامله شوربه يعني عاديه، ما نرميش حاجه لان الدنيا غلا وانتوا عارفين كده، وكانت كميه الدهون عاليه فيها فهتدي معاكي شوربه حلوه. كده بقى احشي ايه الرز نشف ومفلفل وجميل. زي ما قلت لكم انا وراكي كانت صغيره مش عريضه، فاحنا هنتحايل عليها برضو ايه ونعملها يعني نعمل المستحيل في الحاجه برضو. بدنك تزقي لما تملي
الحته اللي هي مقفوله دي. انت بقى دي الحته العريضه دي مش قفل معاكي، ممكن تخيطي وبعد كده تحشي من جوه. فانا بقى ممكن كنت اعمل باعواد اللي هي ال- اعواد الشيش طاووق اللي هي الصغيره قوي دي، اسمها ايه؟ اللي هي خلة الاسنان الصغننه دي، بتبقى بتتباع علبه كده وبتخليها مخصوصه للمطبخ. ممكن تعملي بيها، بس انا مرضيش اعمل بيها. انا حبيت اخيط بالخيط والابره عشان خاطر حسيت ان الاعواد مش هتنفعني يعني، ان هي هتعمل فراغات مثلا في قلب ادي اللحمه، قطع اللحمه اللي كنت بقول لكم عليها. هي الاعواد اهي زي ما بقول لكم اللي هي دي. بعد كده بقى ما حشينا كلهم وخيطناهم ما شاء الله، بصوا عاملين ازاي. فانا ايه كنت بغرس كده بس عشان ايه البخار يدخل جوه يعني، ما تبقاش الفراخ مكتومه ولا حاجه. انا حطيتها على عين البوتاجاز واديتها ايه معلقه يعني ربع كوبايه ميه، لان الفراخ دي نوع الفراخ البيضه ضعيف يعني بتستوي بسرعه، اسرع من تسويه الحمام نفسه. وبعدين بتسويها على العين الواطيه، فبتسهل معاك التسويه، غير لما تستوي على نار. هي كده استوت اصلا وبقت جميله. انا بقى دهنتها عصير طماطم. انت عايزه تخليها دهبي يبقى مش تدهنيها عصير طماطم. اعتبريها بقى فراخ محشيه، تعتبريها حمام كداب زي ما بيقولوا، براحتك يعني، وكنوع من التغيير يعني. دي بقى الصلصه، بصوا ما شاء الله السمنه كانت، الشوربه كانت عامله ازاي، وهي عامله كده من الطماطميه اللي انا بحطها في الشوربه. انت بقى تاخدي الملوخيه شوربتها على القد، عشان لو كترت الشوربه بتسرد الملوخيه، بتقوم على الوش والميه بتسرد تحت، بتسرد لفوق الملوخيه. فانا بتقلها. وبعد كده بحل فيها انا بقى بالتدريج يعني، هي اللي انا اللي بتحكم فيها مش هي اللي بتتحكم فيا. ودي اللي انا كنت مخزنها معاكم الملوخيه دي. بتنزلوا بالكيس وبالمضرب السلك او بالمعلقه على طول وتعملوا اهي. بتتحل معاكم بسرعه وبتعمل في الشوربه، بس تكون الشوربه قليله وما تدنكوش تغلوا فيها كتير، عشان مش تدنها تطلع الرغاوي بتاعتها، هي اصلا مش بتبقى ريم، بتبقى رغاوي من الغليان. احنا بنحب نحط على الطشه بتاعتها طماطم. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بصوا مفلفل مفلفل وجميل. كانت ريحته روعة 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 والله. والملوخية خلصت وما شاء الله جميلة وخضرة على لونها. بس خضرة على لونها ازاي، ما شاء الله جميلة. والفراخ روعة ومتحمرة وناشفة وجميلة، والرز كان ريحته روعة لانه بالتوابل